السلام عليكم. ما بين كل فترة والتانية بينتشر تحدي غريب وخطير على السوشيال ميديا، وقتها الشباب بيحاولوا يعملوا التحديات الغريبة دي. في منهم اللي بينجو، وفي اللي بيحصل له عاهات مستديمة، وفي اللي للأسف بيخسر حياته. وده اللي حصل مع ولد برازيلي عمره 14 سنة لما عمل تحدي غريب، والتحدي ده كان بفراشة. طيب ايه اللي حصل؟ والتحدي كان عبارة عن ايه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي، ودي قناتكم حكايات براند. ديفي نونيس موريرا عمره 14 سنة من البرازيل، عمل تحدي من الموجودين على النت، وطبعا ما قالش لحد من أهله. ولما بدأ يحس بالتعب قال لأبوه إنه وهو بيلعب وقع واتخبط خبطة جامدة، وإن دي هي سبب التعب اللي هو حاسس بيه. ولكن لما دخل المستشفى وبدأ المرض يزيد عليه، والدكاترة اتأكدوا إن في حاجة غلط، اللي عنده ده استحالة يكون من خبطة ولا حتى وقعة، وحالته الصحية كانت بتسوء أكتر وبدأ يتقيأ. وهنا الدكاترة سألوه، ولما لقى إن صحته بقت أسوأ قال لازم يعرفهم الحقيقة ويعرفهم إيه اللي هو عمله، يمكن يقدروا ينقذوه. فقال لهم إنه أخد فراشة ميتة ونقعها في مية، وأخد المية اللي نقعها فيها وحقن بيها رجله. طبعا الدكاترة استغربوا من اللي هو عمله ده، ولكن للأسف معرفوش يسعفوه، ومات ديفي في المستشفى. فهو دخل سموم لجسمه كانت موجودة في الخليط اللي عمله، واللي بسببه جسمه حصل له صدمة وفي النهاية مات. وانتشر موضوع ديفي في الأخبار في البرازيل، ووسائل الإعلام البرازيلية قالت إن ده كان تحدي موجود على النت وهو عمله، مع إن برضه اتقال إن ديفي نفسه نفى ده قبل ما يموت. ولكن ده ما يمنعش إنه ممكن يكون تحدي سواء من السوشيال ميديا أو حتى تحدي بينه وبين أصحابه، لأن أهل ديفي لما كانوا بيروقوا البيت لقى أبو ديفي الحقنة اللي ابنه استخدمها علشان يحقن نفسه كانت موجودة تحت مخدته. ولكن هي الفراشات ممكن تموت حد؟ هل فيها سم يعني؟ وقال بروفيسور متخصص في الفراشات: الفراشات لها بيولوجيا معقدة، والسوائل الموجودة في أجسامها لم تتم دراستها بعمق من حيث سميتها للإنسان. يعني احنا ما نعرفش هل هي ممكن تسمنا ولا لا. ودي مش أول مرة تحصل مشاكل بسبب تحدي على السوشيال ميديا أو حتى تحديات الأصحاب، لأن في تحديات تانية كتير كانت نتيجتها عاهات مستديمة أو الموت. واتكلمت في فيديو قبل كده عن قصة الأسترالي سام بالارد اللي أصحابه تحدوه إنه يبلع حلزونة، وبرضه نهايته كانت مأساوية. هسيب لكم رابط الفيديو في الوصف. وفي إبريل سنة 2024 واحدة من المشهورين على النت في البرازيل واسمها تيمي ام سي كانت هتضطر لقطع رجلها بعد ما شاركت في تحدي طلبوا منها متابعينها. التحدي كان إنها تقف في جردل مليان تلج وملح خشن، وبسبب التحدي ده رجليها اتحولت للون الأسود وما بقتش تقدر تمشي على رجليها تاني، ورجليها كانت هتتعرض للبتر. ولما حكت اللي عملته قالت: قضينا 15 دقيقة بأقدامنا على الجليد مع الملح الخشن. عندما أخرجت قدمي لم أشعر بمثل هذا الألم في حياتي. تحولت 3 من أصابع قدمي إلى اللون الأسود عندما خرجت من دلو الثلج. وراحت تامي لعيادة علشان تعالج رجليها، والدكاترة قالوا لها إنها كانت متعرضة للإصابة بالجلطة وتعالجت، ولكن ما بقتش تقدر تمشي على رجليها من تاني، فهي ما تقدرش تضغط على رجليها، وحتى حركتها في البيت بيكون عن طريق الكرسي المتحرك. في النهاية نتعلم من القصة دي إن ما ينفعش أبدا لمجرد إن في تحدي غريب وناس عملته إن نعمل التحدي ده. أغلب التحديات بيكون فيها خطر كبير على حياة الإنسان، ممكن تحدي منهم يكون مش بس السبب في عاهة مستديمة، ده ممكن يكون السبب في موت الشخص اللي عمل التحدي. فنبعد عن التحديات، لأنه عمر ما كانت البطولة في إننا نعمل تحدي خطير. البطولة إننا نفيد نفسنا وأهلنا ومجتمعنا، وده مش هيحصل بالتحديات الموجودة على النت ولا حتى التحديات اللي بيتحداها الأصحاب لبعض. هستنى رأيكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت مشترك ما تنساش تعمل شير في كل مكان، دعمكم مهم قوي عشان نقدر نكمل. ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا في التعليقات. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.